السيسي بيحذر من ضغوط اقتصادية عايز يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر، وبيقول لازم نعيد تقييم الاتفاق مع الصندوق. فهل ده معناه ان مصر كده خلاص هتلغي قرض صندوق النقد؟ ويا ترى ايه الطلبات اللي طلبها الصندوق خلت مصر تتصرف بالشكل ده؟ وهل هيحصل تعويم جديد بعد رفع اسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي السنة دي، ولا الاوضاع ممكن تستقر نسبيا الفترة اللي جاية؟ وده لو رفضنا طلبات صندوق النقد. تعال نشوف في حلقة النهاردة الأوضاع اللي الفترة الجاية في مصر رايحة على فين. أنا محمد البحراوي، وتعال نشوف الرابط. في سنة 2016 مصر طلبت قرض من صندوق النقد الدولي قصاد إنها هتبني برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنين. القرض ده كان بقيمة 12 مليار دولار، وده كان أول قرض مصر تاخده في ال10 سنين اللي فاتوا، واللي نتج عنه تعويم الجنيه، واللي وصل من 88 قرش قصاد الدولار ل 15 و70 قرش، واللي تقريبا يعتبر خسر نص قيمته. مصر وقتها نفذت كل شروط البنك وفعلا خدت ال 12 مليار دولار، لكن القرض ده ما خرجش مصر نهائيا من أزمتها المالية، وجت بعدها أزمة كورونا والاجتياح الروسي لأوكرانيا، ونسف كل المكاسب اللي اتحققت في ال6 سنين اللي قبلها، وده بحسب الكلام اللي ذكره موقع العربية. وساعتها تدخل صندوق النقد الدولي وسلم مصر قرضين ب 8 مليار دولار في محاولة للتغلب على أزمة كورونا. نيجي في شهر مارس السنة دي ومصر تقرر إنها تقدم على قرض جديد لصندوق النقد الدولي، القرض ده بقيمة 8 مليار دولار. بس خلي بالك إن مصر مش بتستلم الفلوس دي على مرة واحدة، لا، بتاخدها على دفعات، وقبل كل دفعة من دول صندوق النقد بيعمل مراجعة سريعة كده على الشروط بتاعته، ويشوف هل فعلا الشروط اللي هو حطها مصر ملتزمين بيها ولا لا. لو ملتزمين بيفرج عن دفعة الفلوس الجديدة، ولو مش ملتزمين بيجمدها عنه. الصندوق بقى آخر مراجعة عملها كانت في شهر يوليو اللي فات ده، وبناء عليه طلب طلبات جديدة من مصر علشان تفرج عن الدفعة الجديدة، واللي هي حوالي مليار و200 مليون دولار، وده من اجمالي 3 مليار و200 مليون مصر المفروض انها تستلمهم في 2024. بس الغريب بقى هو ان القرار ده جه بعد رفع اسعار الوقود للمره الثالثه على التوالي في 2024 وبنسبه وصلت ل 17%. ده طبعا جزء من طلبات صندوق النقد الدولي حاططها لك علشان تنفذها. هتقولي فين المشكله وايه الطلبات اللي عايزها صندوق النقد الدولي؟ والطلبات دي مصر مش عايزه او مش عارفه انها تنفذها. هنا وكاله بلومبرج نشرت تصريح لرئيس بنك النقد الدولي في 5 اكتوبر اللي فات، قالت فيه ان مصر بتستنزف كل احتياطاتها الثمينه على حمايه الجنيه، وده مش هيعمل اي حاجه غير ان هو هيزود المشكله اكتر واكتر. وده معناه بكل بساطه ان صندوق النقد عايز يعوم الجنيه للمره الثالثه، ده بالاضافه كمان لاجراءات تانية بتعتبرها الحكومه قاسيه جدا بيسميها البنك اجراءات ضبط الماليه العامه. ونزود بقى سعر الوقود ونعوم الجنيه، وان الدوله تخرج من المشاريع القوميه بشكل عام وتترك المجال للقطاع الخاص. ودي زي ما قلت لك هي شروط قاسيه جدا مصر مش راضيه توافق عليها حتى الان. طيب هل مصر هتلغي الاتفاق يعني؟ الخبراء الاقتصاديين بيقولوا هنا لا. عندك استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره هشام ابراهيم صرح لCNN ان مصر مش هتعدل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لكنها هتحاول انها تضغط وتتفاوض على شويه بنود عشان تخفف الضغط على المواطنين، خصوصا ان مصر هي تاني اكبر دوله مدينه لصندوق النقد الدولي ب 13 مليار و200 مليون دولار. وهنا انا عايزك تيجي معايا ونبص بصه سريعه في التاريخ ونشوف صندوق النقد الدولي ده بيصلح فعلا وبيعمل اصلاح اقتصادي ولا بيبوظ الدنيا وبيخربها. في الاول وقبل ما نتكلم عن مخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي لازم نعرف هو ايه اصلا صندوق النقد الدولي ده. صندوق النقد الدولي ده يا سيدي هو منظمه دوليه بتضم 190 دوله. الدول دي عندها هدف واحد وهو تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. كلام جميل. انا دلوقتي دوله وعايز انضم كعضو مع الدول دي، المفروض انا اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا، اي دوله في الدنيا تقدر انها تقدم على طلب انضمام، بس بشرط انها تقدم كل المعلومات عن اقتصادها وتدفع مبلغ كمساهمه او اشتراك. عندك صحيفه BBC بتوصف صندوق النقد الدولي بانه المقرض الاخير او الملاذ الاخير، لانه في وقت الازمات ولما الدنيا بتضيق بالدول بيروحوا يستلفوا منه. ايوه يعني هو كده برضه مفيد ولا مضر؟ الخبير الاقتصادي من جامعه هارفارد بنجامين فريدمان بيقول لك انه من الصعب قياس الفعاليه بتاعه
بتاعه الصندوق، وده لانه مستحيل تعرف هل تدخلاته بتخلي الامور احسن ولا اسوأ. وقال ان مثلا في دول لها تجارب جيده مع الصندوق زي البرازيل، واللي حققت معجزتها الاقتصاديه بالرغم من اقتراضها من صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج للتقشف. ودي كانت خطه الصندوق اصلا بحسب دراسه نشرها مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. فانت بتتكلم عن دوله الدين الخارجي بتاعها كان 250 مليار دولار في سنه 2002، وارتفع الدين الداخلي ل 900%. ودلوقتي صحيفه الاندبندنت بتقول انه في سنه 2040 اقتصادها هيكون اكبر من المانيا واليابان مع بعض. انت متخيل الموضوع راح لفين؟ ايوه، يعني التعامل مع الصندوق وتنفيذ خططه هينقذنا. هنا انا مش عايزك تبقى متسرع، مش لسه بنجامين فريدمان قايل لنا انه والله مش عارفين؟ لان ببساطه زي ما في النموذج الجميل بتاع البرازيل والمكسيك، بحسب كلام فريدمان في دول تانية صندوق النقد أضرها، وده لأن الإجراءات الاقتصادية اللي بتفرضها أحيانا بتكون قاسية جدا. يعني عندك مثلا اليونان، واللي كانت بتعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في 2009. وعلى عكس البرازيل تماما، اليونان بعد ما خدت قروض من صندوق النقد الدولي اتفرض عليها إجراءات تقشفية صعبة جدا. واللي بتقول صحيفة BBC الإجراءات اللي صندوق النقد أصر عليها كانت زيادة عن اللزوم. فبالمناسبة أنت مش هتقدر تقول أنت هتنجح لو التزمت بإرشادات صندوق النقد او انك هتفشل لو التزمت بخططه، لان ده واقف على تصرفك وشغلك انت. هنيجي بقى لسؤال، هل سبق ومصر رفضت قرارات صندوق النقد الدولي، ولا دي لو حصلت هتكون سابقه تاريخيه؟ هنا صحيفه المصري اليوم بتقول ان في اصلاحات ما بعد 2011 طلب صندوق النقد انه يتطلع على كامل سياسات البنك المركزي، وانه يتدخل في تحديد واداره الاحتياطي النقدي، وده اللي رفضته مصر، ورفضوا وقتها محافظ البنك المركزي فاروق العقده. واعترض كمان العقده ساعتها على بند من ضمن بنود الاتفاق واللي كانت بتخص تخفيض قيمه الجنيه، وقال ان الكلام ده خط احمر ومش هيحصل. وطبعا في تصريحات شهيره جدا لحسني مبارك وهو بيقول انه رفض طلبات صندوق النقد الدولي، وده بخصوص خفض قيمه العمله ورفع الدعم في اكتر من مناسبه. وقال بنص كلامه ساعتها ان محدش غلب صندوق النقد قد المصريين. في النهايه اكتب لنا رايك في التعليقات، هل انت شايف ان صندوق النقد هيضر مصر ولا هيفيدها اكتر؟ اكتب لنا رايك في التعليقات وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.